والضحى عنا نصنع أمانينا والظن ما خاب صبرة يمانية مكتب تسلينا وقطة فهية تنال العكام. مشاهدي الكرام، مساكم الله بالخير، وكل عام وأنتم بألف ألف صحة وسلامة وخير، وحياكم الله في الأمسية الثانية والحلقة الثانية من برنامجنا جلسة سمر على قناة السعيدة. وما زلنا متواصلين معكم ومع ضيفنا العزيز، ضيفنا الرائع المتألق الفنان الشعبي محمد الأضرعي. محمد حياك الله. الله يحييك ويسلمك. العيد كان أجمل هذه الأيام ولا أيام زمان؟ والله في الحقيقة أنا لن أرد عليك يعني بكلام عادي. أنا لن أرد عليك بكلام ردك عادي. بيكون خاص. إيه أنا ردي لازم بأغنية، لأن أنا فنان وأنت عارف الفنان ما يستطيع شنو إياه. خلنا نسمع قاعد يدخل. العيد عيد العافية، عيد النفوس الصافية، عيد السنين الماضية بعشها الآباء زمان. من خاف من يوم الوعيد واهل بخير وعافية، هذا هو العيد السعيد سهل الأمور الثانية. عيدك يا حمادي يا حمادي كان حالي، عيدك يا حمادي كان حالي كان جيد. العيد عيد العافية، عيد النفوس الصافية، عيد السنين الماضية ذي عاشها الآباء زمان، ذي عاشها الآباء زمان، ذي عاشها الآباء زمان. بس برضو يا محمد يظل العيد هذه الأيام يعني له نكهة وله طعم مميز. أكيد كيف الجعل حق هذا اليوم مش حق ساعة زمان. طيب الفقرات اللي بتقدموها كيف بيتم إعدادها؟ ومن الذي بيعدها ويألفها؟ فنعدها أنا أغلبها، يعني أنا وفرقتي بيساعدوني فيها لازم، لأنه لازم تتوحد الآراء. يعني بتجلسوا مع بعض قبل الحفل مثلا بتتفقوا على الأشياء التي ستقدم؟ أيوة، قد الفكرة معدة مثلا في راسي أو على مشتي أنا بالضبط، يعني الفكرة الهدف هذا، بعدين نجتمع. هذا فيما يخص المسرح؟ هذا في المسرح. طيب الإصدارات في أكثرها أنا يعني تأليفك؟ لا، في معي شعراء وأكثرها يعني تأليفي. الشعراء إيش مهمتهم بالضبط؟ مهمتهم يعني ينفذوا ذي، أقول لهم يعني هم شعراء قد عملها الشعر، أقول له أشتي كذا 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 قصيدة في الموضوع الفلاني. أيوة هو يكتب على طول. بعد التأليف وبعد الاتفاق على الفقرات هل بتعملوا بروفات بتتدربوا عليها أم فقط إنه تفهموا الفكرة وهو يعملها على المسرح؟ أفهم الفكرة ويعمل على المسرح. ما بتخاف من حدوث أخطاء؟ لا، لأن احنا موجودين أصلا بنتلافاها، ما فيش مشكلة يعني عندنا. الارتجال يعني هل الكل قادر على الارتجال في فرقتك؟ لا، في بعضهم يستطيع وفي بعضهم مع التدريب يستطيع وفي بعضهم لا يستطيع، فذلك نخرجه من الفرقة. ما تخاف انه واحد من الفريق مثلا يخطئ في كلمة او يقول كلام مش حتى لو اخطأ ولا شيء بنتحاشاها بسرعة يعني. الحمد لله ما فيش عندنا مشكلة. يعني قد تعودنا لأنه كم 10 سنين وإحنا مع هذا الناس، هذا يخطئ وإحنا لا، ما خلاص تعودنا ما فيش مشكلة. أنت الشغلة اللي تميزك في فقراتك أو في مسرحك إنه نفس الفقرات قد تؤديها اليوم وتأديها اليوم الثاني بكرة مثلا، لكن نلاحظ إنه في تجديد. تجديد ببساطة تجدد يعني في الفقرات اللي بتقدمها ببساطة، لأنه حسب الموقف. قد يمكن ترى عنده واحد مثلا ما فيش عندهم المشكلة ذي تتكلم فيها في المسرحية أو في السكتش، تغير بس المشكلة القضية ذي تتناقشها. مثلا كانت عن الزراعة، هؤلاء ما فيش عندهم زراعة في المدينة، نتكلم عن التجارة بسهولة، يعني قلب زراعة. التمثيل هل هو سهل أم صعب؟ التمثيل بالنسبة لي أسهل شيء في العالم. ليش؟ ما أدري، من الله موهبة فترة. يقول بعض الفلاسفة أنه حياة الإنسان كلها تمثيل.
ايه على اساس اني فيلم او مسرحيه وانت بطلها، صح؟ ممكن هكذا. هي حتى التمثيليات او المسرحيات، انجح مسرحيه وانجح تمثيليه اللي تحاكي الواقع، ما تحسش ان الممثل بيمثل، تحس انه هذا حقيقه فعلا. اما ذي يمثل لك وماذا وساج وبتكلف المفروض انه يعطيه طبيعي. اشفيك يا عبد، هكذا طبيعي المفروض. مش اشفيك يا عبد ماذا دهاك. المفروض بهدوء بسلاسه على اساس حتى المواطنين يسمعوا. ايه. ايش رايك لو بعضهم بيمثل على ابوه انه انه نجح. هذا ممثل بس مش عارف نفسه، يقول له ابو ان كنت في المدرسه والله فين اروح. هذا يعني طيب ورينا مشهد ولد بيحاول يقنع ابوه انه في المدرسه وهو بيكذب عليه. طبيعي يعني كيف يقنعه. أدي هذا المشهد. مثلا أين أنت يا ولي؟ قسما بالله أننا في المدرسة والله هذا كذاب، يضربه على طول إنه بيتكلف ولا أين أنت؟ أين في المدرسة؟ يقتنع أبوه. بس شوف مثل الممثلين، الممثل يجي يشتيقني هذاك ما تقتنعش منه ولو يدي هدف صح ولو يفعلش معه لأنه بيتكلف. مفروض خليك طبيعي على أساس يحس. طيب محمد، يعني أنت في واحدة من فقراتك اللي قدمتها على المسرح كانت تقديمك لنشرة أنباء. أنا بدي هذه الأمسية تسمعنا نشرة أنباء، لكن نشرة أنباء خاصة من نشرات محمد الأضرعي. جاهز؟ نشرة نشرة أنباء أضرعية. هكذا. نعم. شتيها. السلام عليكم، أنا شتي نشرة طبيعي. الموضوع ما فيه كام واحد افتتح مشروع موجود في الصورة، أنتوا عندكم الصورة هذا الحين. لا يعني اللي نشتيها الآن أنك تجهز لنا نشرة بالأخبار يعني. نعم. كمذيع نشرة الأخبار ما بلا في المسرح ما يصلح. طيب مشاهدي الكرام، يعني سنبقى الآن مع هذه النشرة الخاصة للأنباء من قناة السعيدة على الطريقة الأضرعية. نتابع النشرة لكن بعد الفاصل، خلوكم معنا. معانا لازم ترجعوا هكذا ولو نجي إعلانات بقعدكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرة الأخبار يقدمها لكم الأخ أنا. نبدأها ونستهلها بعناوين الأخبار. الخبر الأول لم أجد ما أقول. الخبر الثاني عد عيجي إن شاء الله. الخبر الثالث قدو معروف. الخبر الرابع الآن يوصل. الخبر الذي بعده أسد يهرب من حديقة الحيوان متنكرا على زي امرأة شابة جميلة. الخبر الذي يليه سماع دوي رصاص في أحد الحارات بالعاصمة. سماع إطلاق أو طلاق نافذ، سباق فريد من نوعه.